بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. نعتذر على الدوشة. والفيديوهات دي إن شاء الله تكون فيديوهات قصيرة، مش تكوية، مش سوية، مش أي حاجة. فيديوهات قصيرة إن شاء الله. فيديو مثلا يبقى 5 دقايق ولا حاجة. هنقول كلمتين كده، إيه، صغننين جدا، ناخد عليهم حسنات وإيه بقى شير، لأن ده على الخير كفاعله. أنت بتشير بتاخد ثواب الشيء، فاهم؟ الشيء اللي الشخص ده كان المفروض يعمله، فاهم؟ أنت هتاخد الثواب ده بمجرد بس إنك نشرته. تمام؟ فخلّينا إيه، ناخد حسنات على قفا بعض كده. فيديو النهارده سريع جدًا. أنا عارف في دوشة كتيرة، بس أنا مش عارف إن أنا إيه، يعني أهيّأ الدنيا دلوقتي. عايز أنزل فيديو بسرعة. ف فيديو النهارده جاي يتكلم عن أساس الدنيا كلّها، أساس الأعمال كلّها، أساس أي حاجة بتعملها في حياتك، وهي النيّة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيّات." تمام؟ فأيًا كان نيّتك هي دي اللي هتُحاسب عليها. النيّة دي أهم حاجة. أنت لو ما نويتش إنك هتصوم، وقررت في نُص رمضان كده أو في نُص اليوم، يعني قررت إنك تصوم، مش محسوب، ما ينفعش. اللي هو إيه ده! نسيت أنوي، صح، ده النهارده المفروض كنت أصوم، فأمّا أصوم لأ، ما تحسبش كده. أنت بتنوي من قبلها نية الصيام. النية بتفرق جدًا. النية هي الأساس. من غير النية صيامك مش صحيح، أو أي عمل عامةً هتعمله مش صحيح. النية هي اللي بتؤجر عليها. هي النية هي الأساس. فرضًا تخيل واحد توفاه الله قبل رمضان مثلًا، بس هو ناوي من قبل رمضان بكذا شهر، هو ناوي إن هو إن شاء الله هيصوم رمضان لمّا ييجي، هيصومه كلّه، وكان هيتصدّق فيه، وكان هيقيمه كلّه و. ده إن شاء الله لو توفى قبل رمضان، ده إن شاء الله بياخد الأجر، بياخد الأجر كامل، بياخد أجر النية اللي هو كان هيعملها. هو فعلًا صادق في نيته، ونيته صادقة لله، هو هياخد الأجر ده إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعًا. بما إننا في رمضان، خلّينا نستغل حتّة النية دي، ما بنستغلّهاش خالص نهائي، نهائي. إن أنت ممكن بجد بسبب النية دي تخلّي يومك كلّه ال24 ساعة، حتّى وأنت نايم تاخد حسنات. إزاي؟ هاقول لك إزاي. أنت ممكن قبل أمّا تنام تنوي كده إن أنت: أنا داخل أنام علشان أتقوّى لليوم اللي بعده. اليوم اللي بعده اللي أنا هاعمل فيه طاعات، أنا هاصلّي فيه، هانزل فيه الشغل. الشغل اللي أنت بتشتغله ده ممكن تنوي إن أنت مش نازل الشغل وخلاص. أنت ممكن تنوي إنك نازل تشتغل عشان تكسب بالحلال، علشان تأكّل نَفْسك وتأكّل أهل بيتك بالحلال. ممكن شغّلوا قرآن. ممكن تنوي إن أنت بتكسب بالحلال علشان يعني علشان تعِف في نَفْسك. دي برضه نيّة وهتؤجر عليها. فأنت ممكن بجد تعمل حاجات كتير أوي. يعني أنت ممكن وأنت بتاكل عشان تتقوّى للعبادات. أنت ممكن وأنت في الgym أنت ممكن تنوي إنك مش عشان تعمل فورمة شبه سيبام والّا ما أعرفش مين. أنت بس بتعمل فورمة لإن المفروض اللي إحنا عارفينه إن الصحابة والرسول الناس دي كلّها، الناس دي كانوا أجسام قوية، كانوا أجسام، يعني أجسام بقى أجسام، فاهم؟ مش فاهم، مش شبه أغلب الناس كده. لأ، دول كانوا ناس أقوياء علشان هم كانوا يخشوا في حروب ويدافعوا عن الدين و. فأنت ممكن برضه أنت في الgym بتتمرّن، بتلعب push pull leg يا باشا، وفي نفس الوقت بتاخد حسنات إن أنت عايز تتقوّى، عايز تقتدي بالصحابة، يبقى جسمك زي أجسامهم، جسمك قوي البنية زيّهم، عشان تبقى قوي في نُصرة الضعيف. ليه لأ؟ يعني كده المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ف النية أهم حاجة. النية هي أساس كل شيء في الحياة. لازم تنوي قبل أي شيء. النية محضرها القلب، ما بتتقالش. مش لازم تقول والله اللهم إني نويت كذا، لأ، النية محلها القلب. فانوي كده في نفسك أيًا كان الشيء بس. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله هاحاول إن أنا أضبط الصوت في المونتاج. آآ وبس كده. أشوفكم في فيديو قصير آخر عن موضوع آخر. هاحاول إن شاء الله ده يكون 30 فيديو إن شاء الله يعني. وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.